من نهار مشات الأم ديالي والبركة مشات من حياتي. الشركة اللي بنيتها بعرقها بدات كتنهار قدام عيني. الدار اللي شريتها بفلوسها حتى هي جاها الحجز، ولكن أنا هو السبب، حيت كنت كنظن أن الفلوس هي كل شيء، ونسيت أن اليد اللي كانت كتدعي ليا في الليل هي اللي كانت واقفة معايا. جيتي أموزيطة، واش غادي تبقاي معايا؟ نبقى معاك؟ واش كيحسب لك أنا كنبغيك؟ أنا كنت معاك غير على فلوسك، دابا وليتي فقير، سير شوف شكون يجمعك. أنا كنبغيك. الحب بلا فلوس غير قرافاطات اللي كيسكتوا بها الفقراء، أما أنا بغيت الفلوس. غادي تسمحي فيا؟ وانت ما عندكش، إذن بسلام عليك. أنا كنبغيك. ايوا دابا خاصني شي حل، ما يمكنليش نبقى في هاد الحال. غادي نمشي لداك البلاصه اللي كانت الام ديالي كتبيع فيها الخبز، وندير تما حتى انا شي طابله، ونبدا بحال الوالده. دابا عاد حسيت بالحرقه اللي كانت كتحس بيها، كل خبزه كنبيعها كنشوف فيها وجه الام ديالي وهي كتمسح حرقه. سلام ولدي، واش انت هو ولد فريزيطا؟ الام ديالك دايما كانت كتبيع وهي فرحانه والابتسامه في الوجه ديالها. وانا ولدها اللي ما عرفتش بقيمتها. واش ولدي جربتي النعمه بشحال كطيح؟ جربتها، ولكن حتى فات الفوت. ايوا الام ديالك خلات عندي هاد الامانه، وقالت لي ما نعطيهاش لولدها حتى يذوق مراره الدنيا باش يعرف بحق النعمه اللي كان عايش فيها. مؤسسه خيريه لاطعام الفقراء. انا غادي نكون قد المسؤوليه، ولكن اول حاجه غادي نكتب في واحد اللافته كبيره: الجنه تحت اقدام الامهات.